بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل الشاورما. هنعملها بطريقة حلوة جدا ما تفرقش في طعمها أي حاجة عن اللي بره. يلا بينا نشوف الفيديو. بس قبل ما ابتدي الفيديو بفكركم دايما يا ريت ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك، ولو انتوا أول مرة بتشوفوا قناتي يا ريت تساعدوني وتنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم منها كل جديد. يلا بينا نشوف عملت ايه. الوصفة اللي انا عملتها النهاردة دي معمولة من نص فرخة، زي ما اتفقنا قبل كده اللي احنا ممكن من الفراخ او اللحمة اللي احنا نطلع منها اكلات اقتصادية. عملنا قبل كده من ربع كيلو لحمة عملنا منها اكلات كتيرة، والنهاردة من نص فرخة او الصدرين بتوع الفرخة هنعمل منهم الشاورما. انا اخدت الصدرين بتوع الفرخه، غسلتهم. طبعا انا خليت الفرخه وبعد كده اخدت الصدرين، غسلتهم وبعد كده قطعتهم رفيع زي ما انتوا شايفين. انا بحب الاول اغسلها وبعد كده اقطعها قطع صغيره. بعد كده حطيتها في المصفى تصفي الميه بتاعتها. على ما تصفي الميه بتاعتها حضرت البهارات، عباره عن معلقه الا ربع من الملح، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وربع معلقه من الثوم البودر والبصل البودر، وربع معلقه من الكمون، وربع معلقه من الكزبره، وربع معلقه من الجنزبيل، وربع معلقه من الزعتر، وربع معلقه من البابريكا، ونص معلقه بهارات فراخ على كركم. دي كانت غلطة، يعني انا جبت بهارات الفراخ وحطيتها على الكركم فخلطتهم على بعض، وقلت بعد كده بقى ايه اخدهم من بعض، فعلشان كده انا حاطة منها نص معلقة. والطبق كان فيه بصلاية متوسطة، وكان فص ثوم، وحطيت نص وحطيت ليمونة كبيرة. لو انتي عندك برتقان يستحسن ان انتي تحطي برتقان احسن من الليمون، لكن لو ما فيش عندك ممكن تحطي ليمون زي ما انا حطيت. وحطيت علبة زبادي وربع فنجان من الخل، وعندي برضو شوية زيت هضيفهم في الاخر وانا بخلط المكونات دي مع بعض في قلب الخلاط. يستحسن زي ما قلتلك تحطي البرتقان. الشاورما سماق، انا ما كانش عندي سماق، فلو انتي عندك سماق ممكن تحطي ربع معلقة من السماق، لان الشاورما بتبقى اهم حاجة فيها السماق. هنا حطيت شوية من الزيت وخلطت الخليط كله في قلب الخلاط لغاية ما اتطحن. وبعد كده جبت بولة حطيت فيها الفراخ، وبعد كده هنزل بالتتبيلة عليها. زي ما انتوا شايفين التتبيلة اهيت هنزل بيها على الفراخ، وهقلب الفراخ كويس جدا لغاية ما احس ان الفراخ كلها متشربة من التتبيلة اللي انا عملتها. عايزة اقول لكم ان هي ريحتها دلوقتي تحفة، يعني ريحتها فظيعة. اللي انا قبل كده عملتها معاكم بفرخة كاملة، اللي انا عملت نفس التتبيلة دي بالظبط وتبلت بيها الفرخة ودخلتها في قلب الفرن ان هي اتشوت، وبعد كده طلعتها قطعتها قطع صغيرة، وبعد كده حطيت عليها الخضار. ودي لأول مرة حد يعملها، اللي انتي تعملي فرخة كاملة وبعد كده تقطعيها كده قطع صغيرة بعد ما تستوي. بعد كده انا اخدت التتبيله دي وحطيتها في قلب التلاجة. انا كنت عاملاها قبلها بيوم بالليل، لغايه تاني يوم بقى ما جيت على الغدا قمت انا مطلعاها. هي دلوقتي خلاص ده تاني يوم زي ما انتوا شايفين شربت التتبيله بتاعتها. هاجي هنا بقى هجيب طاسه على النار واحط فيها قطعه من الدهن. السر بقى في الطعم بتاع الشاورما اللي احنا بنجيبه من بره، لو انتوا تلاحظوا ما بين طبقات الفراخ بيكونوا حاطين قطعة كده من الدهن بتنزل على الفراخ، هي دي اللي بتديلها الطعم. لو انتي ما فيش عندك ممكن تحطي معلقة كبيرة من السمنة تكون ريحتها حلوة علشان تخلي ريحة الفراخ حلوة. بس طبعا الدهن بيبقى صحي عن السمنة. وكمان في ناس كتيرة دلوقتي بتجيبها السياحة ان هي تطبخ بيها عن السمنة. هنا انا حطيتها على النار، حطيتها على النار مع شوية زيت، هستنى لغاية ما تسيح. بعد كده هضيف عليها الفراخ. واما اجي اضيف الفراخ ما احطهاش كلها مرة واحدة، كأني بحمر بطاطس كده بالظبط. انا عايزة شوية بشوية، يعني ممكن تحطيها على مرة على مرتين على 3 على حسب الكمية اللي معاكي. اهم حاجة ما تمليش الطاسة علشان مش عايزاها تنزل مية، لانها لو نزلت مية هتشد معاكي وهيبقى طعمها غير اللي انت بتشتريها من بره. يبقى اول حاجة قلنا في الطعم اللي هو الدهن اللي بيضاف ليها. تاني حاجة ما تضيفهاش على بعضيها علشان ما تنزلش مية، علشان طعمها يبقى حلو، طعمها ما يشدش معاكي وتبقى طرية معاكي.
هنا انا فردتها في الطاسه اهو زي ما انتوا شايفين. مش هقلبها بقى، هستنى عليها شويه لغايه ما تحمر، وبعد كده هقلبها، لانك لو قلبتيها على طول هتلاقيها نزلت الميه. واول ما تيجي تضيفيها خلي النار تكون عاليه عليها، يعني ما تخليش النار تكون هاديه، علشان لو النار هاديه هتلاقيها برضو نزلت الميه بتاعتها. هنا اهوت خلاص انا حسيت ان هي خلاص من تحت لونها لون. هقلبها بقى زي ما انتوا شايفين. بعد ما هقلبها هجيب طبق وهطلع الكمية اللي انا عملتها ديت في قلب الطبق، وهرجع اضيف الكمية التانية زي ما قلت لكم كأني بعمل البطاطس بالظبط. لو انتم ملاحظين هنا ده زيت اهوت، ما نزلتش مية خالص، وده المطلوب. عايزين تاكلوا احلى شاورما امشوا بالطريقة ديت، اهم حاجة ما تنزلش معاكم مية. هنا خلاص بعد ما شلت الكمية هرجع بقى احط الكمية التانية، ونفس النظام افردها في قلب الطاسة علشان برضو ما تنزلش مية. لو انتي حسيتي ان الزيت قل معاكي في قلب الطاسة ممكن تضيفي شوية كمان صغيرين، بس هنا الزيت والدهن كان لسه فيه كتير في قلب الطاسة، فانا ما ضفتش، انا استكفيت باللي انا حطيتهم في الاول وخلاص. بعد كده فردتها اهوت زي ما انتوا شايفين، وهسيبها برضو لغاية ما هي تلون من تحت، او ان هي احس ان هي ادت لون كده او استوت من تحت. بعد كده هقوم مقلباها على ما هي بقى تتعمل. قلت احضر الخضار اللي هضيفه عليها، والخضار ده حسب الكمية، يعني على حسب ما انتي حابة. انا هنا عندي الطماطم والفلفل والبصل والفلفل حاطه نوعين. بس عايزه اقول لكم ان الفلفل ده مش حامي، هو طويل بس مش حامي. بس بحس ان ده له طعم والتاني برضو له طعم. باخد بقى البصل بقطعه جوانح كده، وده اول حاجة هضيفه. فقلت اول حاجة اقطع البصل تكون التانية، الدور التاني يكون خلاص اتشوح على على النار. هنا البصل زي ما قلت لكم بقطعه جوانح، وبقطعه رقيق، مش عايزاه يكون تخين. والكميه اللي انت عايزاها زي ما قلت لك. خلاص بعد ما قطعته كان الدور التاني كان اتعمل، ضفت عليه بقى الشويه الاولانيين، وهقلبهم بقى كلهم مع بعض. زي ما انتم شايفين الطاسه ناشفه اهيت، ما نزلتش ميه خالص، وزي ما قلت لكم هو ده المطلوب. ضفت اول حاجه البصل على ما هو ياخد تتبيله كده مع التقليبه مع الفراخ، يكون انا قطعت بقيه الخضار. انا مش عايزه الخضار هنا ان هو يدبل، ان هو ما يكونلوش طعم، لا انا هقلب فيه كده يكون انا خلصت تقطيع الفلفل وتقطيع الطماطم. وهنا انا هديت بقى النار. مش هديتها قوي، يعني خليتها اهدى شوية من الدرجة العالية، علشان الفراخ ما تتحرقش معايا، لان خلاص هي تعتبر اخدت يعني 3/4 سوا. الربع الاخير اللي انا سايباه ده اللي هي تاخده تشويحة كده مع الخضار. وهنا الفلفل اهوت برضو نفس النظام بقطعه. لو انت حابه بقى تضيفي كمان قرن حامي براحتك، يعني شوفي اللي انت حباه. وممكن تضيفي كمان للبهارات لو انت حابه تضيفي شطه، لو انت حباها ان هي تكون سبايسي معاكي. هنا الفلفل اهوت قطعته. الفلفل التاني وانا بقطعه طبعا بيبان من ريحته اذا كان حامي ولا بارد. فلقيت قرن كده حسيت ان هو حامي، فانا استكفيت بالاتنين، يعني انت بتحسي بيه. هنا اهو قطعته زي ما قلت لك، لو انت حابه ان انت تحطي حامي براحتك. هنا بعد ما اخلص تقطيع الفلفل هضيفه على على الفراخ. زي ما انتوا شايفين اكله اقتصاديه من نص فرخه، هنطلع منها اكله حلوه قوي. انا بقى مرضتش ان انا اعمل بقى اللي هو العيش التورتيلا او اللي هو العيش السوري اللي انا اعمله سندوتشات، لا استكفيت بالعيش البلدي بتاعنا. حطيته كفرشه كده تحت منه، وحطيت عليه الشاورما بعد ما استوت. عايزه اقول لكم ان العيش ده اخد من طعم الشاورما وكان طعمه تحفه. وكان عندي كام واحده عيش كايزر كده في قلب الفريزر، طلعتها وعملتها جنب منهم. لو انتي حابه بقى تعمليه في عيش فين وبراحتك، حابه ان انتي تعمليه في العيش البلدي البلدي دوت وتلفيه وتحمريه على في الطاسه على البوتاجاز برضو براحتك، يعني مش شرط ان انتي تكلفي نفسك وتجيبي العيش اللي هو المخصص ليه. هنا بوريكم القرن دوت لما لقيته حامي استبعدته. هنا اخر حاجه هضيفها، هضيف الطماطم والطماطم يستحسن ان هي تكون جامده علشان ما تنزليش ميه في قلب الشاورما، يعني مجرد بس اللي انا هحطها ان هي تاخد تشويحه معاها ويبقى كده خلاص. وزي ما قلت لكم الخضار على حسب الكميه بتاعتكم.
من نص فرخة. ما شاء الله الطاسة مليانة، وهتأكل عيلة، يعني مش هتأكل فردين تلاتة، لا ما شاء الله هتأكل عيلة. وعايزة اقول لكم ان هي طعمها تحفة. يعني انا لما عملتها قالوا لي يا ماما لا اعملي لنا الفراخ بالطريقة دي على طول، يعني بلاش الشوربة واعملي لنا دي على طول. بس طبعا ما ينفعش ان احنا نأكل اولادنا حاجة واحدة رغم ان هم بيحبوها، لا لازم ننوع في الاكل بتاعنا. يعني لازم ان احنا نعمل لهم الفراخ بالشوربة وجنب منها خضار ان هم ياكلوه. هنا الطماطم اهي بعد ما قطعتها هضيفها برضو على على المكونات في قلب الطاسة، ويبقى كده خلاص الاكل عندي جاهز. مجرد بس ان انا هديها تقليبة مع مع الخضار. انا سبتها اخر حاجة علشان مش عايزة اسيبها كتير، علشان ما تنزلش مية، رغم ان هي جامدة بس برضو لو سبتها كتير او غطيت عليها هلاقيها نزلت مية. وانا عايزة هنا طعم الخضار يكون طعمه واضح في قلب السندوتشات، ما يكونش مهري او يكون ان هو مستوي زيادة عن اللزوم. زي ما انتوا شايفين كده خلاص اهيت الفراخ خلصت. ما شاء الله ما اخدتش وقت. الوقت اللي هو اخدته اللي هو كان في التتبيلة اللي احنا عملناها قبلها بيوم. وزي ما قلنا كل ما تقعديها كل ما بتديكي طعم احلى واحلى. هي كده خلاص. انا جبت بقى صينيه وفردت عليها عيش من اللي هو العيش البلدي بتاعنا زي ما قلت لكم، وحطيت عليها الشاورما. بتاخد من طعم الشاورما، بتبقى طعمها تحفه. وهنا العيش الكايزر اهوت، وقدمت جنب منها كاتشب ومايونيز. الكاتشب ده انا عاملاه في البيت، انما المايونيز لا اشتريته جاهز. وده اكل النهارده سهل وبسيط اهوت. يا رب يكون نال اعجابكم. وبكده حبايب قلبي فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون نال إعجابكم. أسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.